انت عارف ولا كانك ان انت مستني النتيجه بتاعت الارسنال والليفر دي، انت كانك عارفها وعارف السيناريو، كان واحد كاتب لك وبيقول لك خد الجراف، انت مستني المسلسل يحصل قدامك. يعني انت لما تشوف الفريق جيل وتشوف ان ارسنال دب 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 في اول 10 دقائق وفي اول ربع ساعه ومش قادر، راح باكتر من فرصه ومش قادر يسجل، ولكن هيسجل ازاي وهو عنده واحد زي نيلسون وواحد زي هافرتز وواحد زي بوكايو ساكا في الهجوم. يعني انت ادينا عقلك، هيسجل ازاي بيهم دولت؟ يعني واحد زي بوكايو ساكا اللي ما تعرفش، هو تحس ان هو لازم يلعب، خلص الكلام على كده. واحد زي هافرتز اللي هو اساسا حطه في نص ملعب هيديك، حطه في نص ملعب هيديك، هو كان بنص ملعب والسده الهجوميه بيعرف يعمل المهاجم الثاني او الشاب سترايكر، هو بيعرف يعملها. انما انك تحط جناح، يا ابوه هو مسطب قرعه مع هافرتز، كان جربها قبليك توماس توخيل مع تشيلسي وما نفعتش، يجربوها قبليك والله العظيم وما حدش نفع وما حدش نفع. لا توماس توخيل عارف يعملها، هتعملها انت يا عم ارتيتا، وتعملها في نهائي في ماتش في التيك اوف في كاس انجلترا. يا راجل مش كده يا راجل، يا راجل حرام عليك. يعني انت هزيمه من ويست هام وهزيمه من فولهام وهزيمه تاني من ليفربول، امال انت خبر يا عمي؟ مفيش دم عند اللي يعرفوك. وكمان لما تيجي ليجي بص اللي الدنيا بايظه معه، هدف في الدقيقه 80 يعمل ايه؟ راح مناز طلع جورجينيو اللي اساسا ما حسناش بيه غير هو طالع، هو 90 دقيقه مش موجود في الملعب، ما حسناش بيه وعرفناش ان هو بيلعب في الملعب غير هو طالع. فهو كان بيعمل ايه جورجينيو؟ انا مش عارف. يعني واحد جاي من تشيلسي حلبه بالمعنى الحرفي، حلبه كده وخلاص نجح. انت راح تجيب وتعمل بيه وانت بتبني مشروع وبتبني فريق، ادينا عقلك. انت راح تجيب وتعمل بيه وانت خلاص يعني داخل على بناء مشروع وبناء فريق وبناء مش عارف فريق ينافس على الدوري وياخد الدوري اللي من 20 سنه مش هتشمه اساسا، اللي كله ما فيش فيها ما جاياش. فراح هوب حب يغير الجزء اللي قدام. عندك بوكايو ساكا على اليمين، وعندك هافرتز على الشمال، وعندك عمنا نيلسون، ويحط واحد زي جابرييل. طب يا عم الحاج في واحد اسمه بوكايو ساكا ممكن تطلعه؟ لا مش هطلع بوكايو ساكا، هو خليه، ده لازم يلعب. ده انجليزي وداخل على يورو وداخل مش عارف عليه، هطلعه ازاي؟ لازم ياخد في ال 90 دقيقة. طب ماشي، والنتيجة كانت ايه؟ بلحت لك 1-0 الدقيقة 80 بهدف ذاتي من كافيور الله يسهل له. وحتى لما حبيت تطلع كافيور رحت مطلع واخد واحد من المهاجمين وحط له واحد وخدت له واحد من المدافعين ورحت مطلع مدخل مهاجم مكانه وواحد لاعب خط نص يعني بتهاجم. فانت على حساب مين سايب لي الدفاع ورا؟ قول على حساب مين؟ انت بتلعب ليفربول مش بتلعب فولهام، انت بتلعب في ليفربول، انت واخد بالك بتلعب مين؟ ايوه ممكن يكون الليفر في اوسخ مبارياته ليه، في اوسخ اللي انت عايز تقوله مفيش لا هجوم ولا في نص ولا في اي حاجه، ولكن اللي يطمنك ان فريق الارسنال مش لوحديه. يعني مثلا لما تيجي تبص على واحد زي هافرتز مش لوحديه، لما تيجي تبص على واحد زي اللهم ذكرني الثاني ساكا بوكايو ساكا مش لوحديه. يعني في برضه في الليفر واحد اسمه نونيز وواحد اسمه كودي جاكبو، اقسم بالله الاثنين عايزين يتربطوا في حمير، يتربطوا في عربيات كار وبالكرباج ودب عليهم. ليه؟ دول مش لعيبه، اقسم بالله ما لعيبه. يعني انت الواحد زي كودي جاكبو بعد ما كنت تشوف الجناح اللي من ليفربول محمد صلاح بقيت تشوف كودي جاكبو. انت عارف انت عارفك شايف الحاله وصلت لحد فين؟ انت فاهم احنا وصلنا لحد فين؟ ان كودي جاكبو بياخد مكان محمد صلاح، اقسم بالله في منتهى المحن الكروي، في منتهى الزفت، في منتهى العبث. ولكن عمنا ارتيتا برضه عمل تركيه حلوه، لقى متاخر نفسه 1-0 هوب طلع جورجينيو، طلع هافرتز، طلع كافيور، طلع مش عارف مين، هوب هاجم، هوب ابدا على الهدف الثاني. يا عم عملت يا ده انت كنت تطلع ب1-0 احسن ما تطلع ب2-0. ما تقوليش المغامره احسن من ما فيش، انك تغامر وفي امل انك ترجع، انما ما تغامرش ما فيش امل. لا ما فيش امل. هو انت على اللعيبه اللي في الهجوم ده في حد فيهم يقدر يجيب جون؟ يا ريت حرام. في ويست هام اتهزمت 2-1 قلنا ما علينا، فولهام ما علينا، ليفربول اللي هو المباراه المنتظره المرتقبه اللي هو ديربي بينك ما بينه وفي كاس، وكمان يعني خرج مغلوب خلاص قضى بطوله طلعت منها من بدايه الموسم في نص الموسم. والثاني الادهى وامر ان انت محمد صلاح مش موجود، مع وجود في نص ملعب في الليفر اقسم بالله يتحط على الجرح يمدد، اقسم بالله يتحط على الجرح يفيح. اللهم الا واحد بس كورتس جونز، والباقي حط شباداوتي، حط سوبسلاي، وحط عمنا هيرفي اليوت، اقسم حطهم في كيس وفي اقرب صندوق زباله وتروح مسقطهم. وما تنساش برضه تاخد كودي جاكبو ونونيز اللي بيعملوا حاجات
يعني حاجه فوق العهر بعهر، فوق الحاجه ايه انتوا ايه. ده محمد صلاح برضه وقت قاعد يمد كف على كف، لأن الحمد لله ما كنتش معاهم في اللي بيعملوه ده. يعني نص الملعب فيه 3 لعيبه، ونص الملعب فيه 3 لعيبه ومش قادر تمسك كوره على واحد زي جورجينيو اللي اساسا مكسح، اللي عنده خلاص ماشي على عكاز في الملعب، وواحد زي دوكلان رايس ممكن دوكلان رايس عادي، انما واحد زي طلعت في نص الملعب ما قدرتش تمسك الكوره حتى 10 دقائق على بعضيها يا جدع، ما فيش هجمه. اللهم الشوط الاول 45 دقيقه الاولى ما فيش غير اللهم كوره من ارنولد جت في العارضه، وباقي ما باقي على الله الحكايه ما فيش. وفي الاخر تبص تلاقي النتيجه 2-0. طب جت منين؟ ادينا عقله. جت من حاجه واحده، ان فريق ارسنال في عين كل مشجع وفي عين كل لاعب بيلعب قدامه، اقسم بالله اللي هو الطفل الشاب الصغير اللي لسه ما بلغش، اللي لسه ما نضجش. فهو فريق ارسنال مهما جاب ومهما ودى ومهما عمل ومهما راح ومهما جاء هيفضل هو ارسنال. اقسم بالله انا ارسنال بشوف الطفل الصغير اللي بيلعب في البيت عمره ما يوصل لحاجه، لان هو كان بينافس الموسم اللي ماضي وخلاص في اخر كم جوله وركن. الموسم ده كان بينافس وفرق نقطه، متصدر بفرق نقطه والدنيا حلوه، هوب بيروح داخل في ويست هام وداخل في فولهام بيجي متاخر 5 نقط على المتصدر. نقول كفايه على كده؟ لا، هوب نروح داخلين على عمنا الكاس، هوب 2-0 من عمنا ليفربول. طب وخلصت على كده؟ لا، ولسه يعني انت ممكن مع نهايه الموسم تلاقي الارسنال في الحته الدافيه كده هناك الجو شتاء عليهم، فهو تلاقيه قاعد حتى في النص في الحته دي، ممكن المركز الثامن العاشر ال 11 في المراكز الحلوه دي اللي تدافع في الشتاء. ولكن على قد من الحياه تحرق الدم، على قد من واحد زي ارتيتا ممكن تقول غصب عنه، هو القماش اللي عنده والخرا اللي عنده هو كده هيعمل ايه يعني؟ هيخترع لعيبه. ولكن حاجه تحرق الدم، انت من الموسم الماضي اللعبه دي عندك، الموسم الماضي هم مفيش حاجه اتغيرت. لو كان في حاجه وكان في هنا عين دي كنت تجيب كان الاشكال الوسخه اللي عندك في الملعب دي اللي ما قدرش تمشي. يعني واحد زي جورجينيو المفروض اساسا ما كانش جه، مش ما كانش يقعد، المفروض ما كانش جه. واحد زي بوكايو ساكا هات لك فرد عليه، لان انت كتر خيره، حتى لو هو وحش دلوقتي ممكن تعذر دول كتر خيره، ان السنه كلها بيلعب مفيش واحد بديل. واحد زي هافرتز ما يلعبش جناح، واحد زي تروسارد ممكن تروسارد بينزل بديل، انما غير كده مفيش. واحد زي جابرييل جيسوس فيها الله حكايته. واحد زي مارتينيلي اللي ممكن يكون هو افضل واحد في الهجوم في الوقت الحالي، يعني على الافضل اوسخ الوحشين اوحش احسن الوسخين اللي في الفريق هو مارتينيلي اللي منزلوه اللي بديل. طب ليه؟ يعني مش كده.